استاذ عبد الناصر زيدان الاعلامي الكبير، وطبعا الحدث الكبير دلوقتي والشغل الشاغل لكل الناس نسيت القمه، نسيت انسحاب الزمالك واعتذار الزمالك، وفي قمه ولا فيش قمه، ومسكت في عبد الناصر زيدان وحلف بالطلاق الماتش هيتلعب. استاذ عبد الناصر، حلفت بالطلاق الماتش هيتلعب، الماتش ما اتلعبش. جمهور الزمالك بيسالك هتعمل ايه؟ طب ما هو بص اقول لك على حاجه بقى، اللي بيسالني بيقول لي هتعمل ايه؟ ما يشوف لي حل. دلوقتي بص انا تواصلت والله بجد مع 2 من المشايخ اصحابي، والحمد لله ليها مخرج. ان شاء الله باذن الله، يعني مخرج شرعي وهنفذه. ايه المخرج الشرعي؟ الناس عايز تعرف برضه. ما هو انت بص، طالما وصلت مع الناس لمرحله انك انت قلت على الهوا، فقول للناس انت هتعمل ايه؟ هي في كفاره. تطعم 60 مسكين؟ لا، صيام 3 ايام اللي يقول لنا عليه بكره فضيله الشيخ في دار الافتاء. يعني حد نصحني بكره اكلم الناس في دار الافتاء المصريه، وفي رئيس لجنه الفتوى في الازهر حصلت على موبايله، اكلمه ان شاء الله باذن الله. وطبعا ده موضوع ما فيهوش تهريج. يعني اولا انا عايز اعتذر بس لزوجتي ولاولادي، وفي نفس الوقت يعني اشوف الكفاره ايه، 60 مسكين، صيام 3 ايام، هنفذ الكفاره. ولكن هو المشكله في حاجه، ان مفيش مره رهنت على الزمالك وكسبت الرهان. يعني يا كابتن حسين لبيب كنت مشيتها بقى، كانت طلاق يا عم. وانا والله يا محمد على فكره مش عايز الناس تفهم اني انا في معركه مع الزمالك. هو افيه ركب وجه مش مصطنع، يعني في الحلقه لغو الحديث زي ما بيقولوا فجد. فانا اولا يعني الموضوع انتهى ببيان الزمالك، لا عايز اعلق عليه ولا عايز ادخل في معركه، ويحترم الزمالك ببيانه ومجلس الاداره والناس اللي عايزه تاخدني ان انا في معركه وخناقه. لا بالعكس، انا بس ايه، المستشار مرتضى منصور القضيه بتاعته كمان غلطه مراتي، والكابتن حسين اللي بيطلقها. طب انا اعمل ايه دلوقتي يا عم محمد؟ قول لي والنبي كده. انت اللي مش انت اللي بتدخل يا الطلاق والحاجات دي في بص انا بقدم اعلام شعبي. فالاعلام الشعبي ما فيهوش تكلف، فوسط الكلام جت دون افتعال. يعني هو في اعلام هيبقى مرتب يحلف طلاق؟ لا. وبعد كده يعني انت ما كنتش مرتب، هي جت على الهوا كده. والله العظيم هو الشرقاوي منه لله والفولي وجويلي استفزوني، فرحت اطلب عليا الطلاق هيروح، فما كانتش مقصوده يعني. معلش، ولكن في النهايه عايز اقول لك على حاجه، انا قدمت خدمه ذهبيه للزمالك لانه لم يحقق اي مكسب غير انه وقع اليمين بتاعي. شفت ازاي ردود افعال جمهور الزمالك، وانه سايب الازمه والمعركه وكله بيسال عبد الناصر زيدان هيعمل ايه في موضوع الطلاق؟ يعني بص، هم ناس كتيره منهم حبايبي والإفيه ركب عليا وانا متقبل ده. يعني بص، ده فكرني بمين؟ بوليد الفراج. زو زو زو. انا نازل دلوقتي جمهور الزمالك بص، زو يا جماعه ارحموا شويه بقى، خلاص حقكم عليا. يعني كله ضرب مفيش شتيمه. انا لغايه دلوقتي مشتوم 99 مليون شتيمه. يعني فواخد الموضوع ببساطه. والناس في الزمالك ناس حبايبي مهما اختلفنا، والسوشيال كده على فكره. وناس بتكلمني وانت ناقد رياضي كبير يا استاذ محمد مهدي، وكل زمايلنا كنا لسه بنتكلم. الناس بتتكلم على ايه؟ على انك انت دايما ما تكررش اخطاء الماضي. زمان كنا نكابر ونقول ازاي، ولا انا مهزوم وخسرت الرهان واليمين وقع وعليا كفاره وكسبوا مني الرهان خلاص. المفروض نادي الزمالك يساعد معاك في الكفاره دي. ما هو لو تقيله بقى اكلم صديقي حسام المندول حسيني يشيل معايا في ال60 مسكين ولا حد حاجه. كلمك من مجلس الزمالك على الموضوع ده؟ لا بص، هم كلهم الناس ناس محترمين وافاضل وبيبحثوا على مصلحه ناديهم. وزي ما انا قلت دايما عايزين نوصل لثقافه ان بانتهاء الامر ما نعملوش ديون. ناس كتيره بتحاول تاخدني المعركه او اكرر معركه تانية عملتها قبل كده مع نادي الزمالك. انا لست في معركه، يمكن انا تعمدت ما تواصلش مع حد من مجلس الاداره على اساس ان انا فجاه لقيت نفسي يوم الجمعه حديث مصر والوطن العربي، سواء بخبر الحكم الاسباني او سواء ان الماتش هيتلعب او الكلام ده كله. بس بجد والله ما قلت حاجه الا حبا في الزمالك. ومن دفع يقول لك عبد الناصر تراجع وبيعتذر، عادي ما فيش مشكله انك انت في نهايه الموضوع تقفل الصفحه. ما فيش حاجه اسمها تكابر وتقول انا مش غلطان. ما كانش ينفع ان احلف طلاق وفي نفس الوقت ما ينفعش انك تستمر في شيء انتهى.
الكلام دلوقتي في الصفقه. عايز اسالك انت، الزمالك رايح سيراميكا ولا نحن في طريق تاني ونخلص؟ ما كده خلي بالك بقالك طريقتين. ما هو بطل السيراميكا ممكن تكرر الموضوع يا ثاني؟ يا كابتن حسين دلوقتي قاعد طلقتين احلف على سيراميكا وانا رايح. لا طبعا. انت بص واضح وصريح والناس بتحبك. الناس برضه عايزه تعرف، هل مراتك زعلت منك بالموضوع ده ولا ما اتكلمتش معاك في لا الموضوع؟ زعلت. انك انت ما كانش لازم انا اول تدخلها مره قلت انا زعلت وانا بست على دماغها واعتذرت لها لان مراتي مريضه. وبعد كده الحمد لله، على فكره انا خريج ازهر، فعشان كده لما بقول غلطان ما ينفعش احلف، لان من حلف فليحلف بالله او يصمت. دي نمره واحد. نمره اثنين، من شروط وقوع الطلاق شرعا ان يكون امام الزوجه، ودي على فكره فتوى شرعيه للتقليل من خراب البيوت. لان كل واحد يقول لك علي الطلاق علي الطلاق، غيابي لا تقع الطلاق الا في حضور الزوجه. مراتي بقى من حسن حظي بتتفرج على كل الحلقات. الحلقه دي كانت نايمه. هتصالحها ازاي ولا ترضاها بص ازاي؟ على فكره انا روحت قلت لها انت الحلقه الوحيده اللي انا ما شفتهاش. قلت لها اذا لم يقع اليمين. هتصالحها ازاي ولا تعمل ايه؟ لا مراتي طيبه، اخرها بطيخه، يعني العمليه بسيطه. يا اخي يعني تطلعها على الهوا وتجيب لها بطيخه اوكي ورد وكده. لا المفروض حاجه كبيره يعني. لا هي مكافحة معايا ومتحملة معايا من سنة 2000 ما لا يتحمله أحد، واللي بيني ما بينها 10 سنين، وهي تعلم جيدا إن أنا موضوع الطلاق ده نادر جدا إن أنا أعمله، وبالفعل والله لا. بس نعمل إيه للسوشيال ميديا؟ بتركبك ترند على حاجات فارغة وممكن تعمل حاجات محترمة جدا ولا حد يسأل فيك، فقدرنا مع السوشيال ميديا. عبد الناصر زيدان هل ممكن يكرر الموضوع ده تاني؟ ولا لا توبة؟ صعب صعب. سأكون حريص على أن لا يكون هناك له وأن نحلف طلاق مرة تانية، مستحيل. بصراحة كده يمين الطلاق اللي انت حلفته كان عندك معلومة واثق فيها ولا كنت بتراهن على المواقف اللي قبل كده؟ بقول لك ده حلو قوي السؤال ده، عاجبني. أسألك أنت، النهارده أنا كنت ترند مصر إن الزمالك هيلعب، كان عندك معلومة إن الزمالك مش هيلعب؟ لا. كل الناس كانت بتقول إيه؟ هيلعب. طب أعمل إيه بقى؟ ولذلك احنا بنقول لاخواننا بتوع السوشيال حبايبنا الزملكاويه، الاعلام فيه معلومه ومقتضيات احوال ممكن تتغير كل دقيقه. صح. يعني النهارده حضرتك بما يرضي الله الساعه 3 العصر كان الزمالك هيلعب ولا ما يلعبش؟ هيلعب. اهو اقول بالتاريخ، الاثنين 3 عصرا فبعد جلسه الوزير، رغم ان الوزير ما قالش لحد يلعب، الوزير نصح قال لك عايزين مشاهد عبثيه زي ما جه في البيان، كان الزمالك هيلعب ولا لا؟ قمت من النوم الساعه 4 لان انا بنام الصبح، لقيت مصر كلها 10,000 مسد كول كلهم ورسايل، يا عم انت حديث مصر الزمالك هيلعب بعد المغرب، يا فاشل الزمالك مش هيلعب، هتعمل ايه في اليمين؟ فعادي. فلازم تتعامل مع السوشيال انها في شيء من الفني والفكاهه لان بص، في ذباب الكتروني لا يحترم، في ناس لها راي تحترم، في ناس بتنتقدك بادب تحترم، في ناس قليله ادب ما تنحاش من جزمتك. العصفوره قالت لنا انك انت كنت لسه جاي من فرح والناس سابت العريس. والله العظيم يا لهوي انا هربت. كل واحد جايب لي التليفون يعمل لي كده، يا كابتن هتعمل ايه مع المدام؟ النبي ده سؤال. خلي بالك لازم تتقبل الامور دي بارتياحيه وجمال عشان ما تتعبش نفسيا، وانا واخد كورس نفسي اصلا في التعامل مع السوشيال ميديا. عايزينك في النهايه توجه رساله لجمهور نادي الزمالك، هل بتعتذر لهم على اللي حصل وتقول لهم ايه؟ انا بعتذر لكل جمهور نادي الزمالك لو حد زعلان مني، وعايز اقول دايما وابدا نقفل الصفحات. اختلفنا على موقف خلاص خلص، لكن كل الاحترام لمجلس الاداره، لا نقلل من مجلس الاداره ولا من نادي الزمالك. هتقول لك غيرت رايك، جريت واطي، الطبيعي ان في نهايه الموقف تقفل الموقف، لكن ان تكابر وتتمادى ده حماقه. لو زعلان مني حد في الزمالك حقه عليا، جمهور الزمالك حقه عليا. انا كان عندي معلومات في منها كتير صح وفي منها كثير اخفق، وانا بشر فوارد يبقى عندي صح ووارد يبقى عندي غلط. بشكرك وانت راجل مهني ومحترم، واهم شيء انك بتتقبل الراي والراي الاخر. يا عم فوق دماغي. حتى لما يبقى في انتقاد او حاجه بترد وبتواجه. بس والنبي يا ريت بس اخواننا الزملكاويه مش كل مره يدعوني، المدام لو طردتني الاقي حد بس حتى يغديني ولا يعشيني يعني ولا حاجه. اخر حاجه، لو كان الاهلي في نفس الموقف كنت هتحلف برضه نفس الطلاق ولا لا؟ لا
اشمعنى حلفت للزمالك؟ اصل اثق ان الاهلي هيعمل اللي هو عايز الزمالك. لا، طول حياتي بحلف وراهن على الزمالك واخسر. مفيش مره خسرت مع الاهلي. ولسه هتكابر مع الزمالك برضه؟ ساظل يمكن مره ترشق معايا قبل ما اموت. الزمالك خسر ولا كسب من الموضوع؟ كسب حاجه واحده، انه وقع اليمين بتاعي. انا بشكرك يا استاذ عبد الناصر، ونتمنى لك كل خير، ونتمنى السلامه لزوجتك، الله يخليك. ونتمنى لك التوفيق في مشوارك المهني. شكرا جزيلا.